أنا محمد نعمة من قضاء الحويجة قرية علياوة، مهندس معماري. صار لي سنتين من متخرج. بعد تخرجي من كلية الهندسة المعمارية شفت يعني فرص عمل بالقضاء جدا ضعيفة، فتوجهت للزراعة. يعني قلت الزراعة مشروع ثاني، وأيضا مشروع الهندسة المعمارية وشغلها موضوع ثاني، هذا راح يكون إضافة إلى شغلي. شفت بقضاء الحويجة قلة بساتين. طبعا الفكرة كانت من والدي، هو اللي طرح هاي فكرة دعم البساتين، واشتغلنا البساتين وطورناها، وإضافة إلى المحاصيل الأخرى الإذرة والحنطة. هذه كانت أيضا مشروع ثاني. يعني أنا عندي قاع وعندي كل شيء متوفر، من مي، من آلات زراعية، كل شيء متوفر. ليش يعني قاعد أفلح القاع وهم أفيد الناس وأني أستفاد يعني. وبالنسبة للهندسة المعمارية يعني طبعا كلش كانت في ناس تخطيط البستان كصورة صحيحة، كشيء مرتب، يعني كزراعة، كتخطيط، كأي شيء. هذا طبعا الهندسة المعمارية له دور أساسي في التصميم. الزراعة شبه انقرضت بسبب قلة الدعم. يعني الدعم هو له دور أساسي، يعني لو أكو دعم احنا نزرع أكثر من هذا الشيء. فزراعة البساتين هي يعني متعبة كلش، يعني حيل متعبة، إضافة إلى شغلها، وتحتاج شغل يعني تعب، حيل تعب البساتين. من 2008 احنا نزرع كل فترة، نجدد البستان، ينتهي عمره نجدده، نزرع بمكانه. وتعب يعني، من قلت لك من قديما تقريبا بحدود أكثر من 14 سنة احنا بالبساتين نشتغل. المحاصيل المتوفرة بكثرة يعني العنب والرمان والتين والخضرة والمشمش، وهاي المحاصيل اللي حاليا متوفرة بالأسواق بكثرة، يعني حاليا نصدر منها أكثر عدد ممكن. أما باقي الفواكه والخضار يعني نفلحها بس يعني بشيء قليل. يعني عندنا مثلا التفاح شوية منطقتنا هنا ما جاي ينجح بها بشكل دائم، فأكثر شيء هي المشمش، الرمان، التين، الخوخ، هاي المحاصيل. أول ما تبدي فاكهة المشمش، هذا تقريبا بالشهر الرابع النص الخامس تبدي المشمش، الآلو، هذه واحد. بعدها تجي مشروع العنب، وراها التين هذا مستمر من الشهر السابع لحد الآن، لحد الشهر 12 التين مستمر. أما العنب هذا عاد بين التين وفترة المشمش، يعني دونم العنب الواحد ينتج 6. أما الرمان عندنا الدونم هاي ينتج أيضا 7 إلى 8 طن. الرمان الدونم إذا كانت عناية صحيحة وتعب بصورة مضبوطة فينتج أكثر، وإذا كان يعني نضيف له أسمدة وهاي الأمور الزراعية الأخرى ينتج أكثر.